أنا ما إلي دخل ابن مسؤول، ابن وزير، ابن مين ما بيكون. أنا حق ابني راجع راجع راجع. هذه عملية مخطط لها، ولا مخطط ابن المسؤول. وابن المسؤول هذا كلامي ما بينقطع، ما بينقطع هذا الكلام. ابن المسؤول اللي مخطط واللي دبرها بالقتل، اللي بعت واحد عشان يشيلها عن واحد، انشرى انباع، هاي مشكلتهم بيحلوها معاهم. أنا حق ابني أريده من القاتل نفسه، واللي مشترك واللي متآمر ما بيحب يشوفني وتضايق، اني بحكي له حقك راجع وطمن، وانت بايد ايدي امينه، وانت الحمد لله عند ربنا اللي احسن من الكل وارحم الراحمين، والحمد لله بالقضاء الاردني انا مؤمنه، وان شاء الله يعني انه صوتنا وصل لابو حسين جلاله سيدنا، لانه هذا حق شاب مظلوم باي ذنب انقتل، والسبب مو معروف. انا امه لحد الان ما اعرف شو السبب، لحد الان ما اعرف شو السبب. يمسيك بالخير خالتي. مساء الخير. اليوم الله يرحم فهد انغدر، وكلنا سمعنا بقصته واثرت بالراي العام الاردني كامل. بدي تحكي لي كيف وصلك الخبر وكيف تلقيت الخبر؟ تلقيت الخبر انا بالبيت، انا والده، انه اول اشي والده اتصل عليه، لانه هو حكى انه بده يجيب شغله ويرجع، يعني ابوه بعته برا. اتصل عليه ما بيرد، اول مره طبعا انه فهد ما بيرد. بعدين انه ندق علينا الباب، انه حكولي انه خالته فهد مرمي برا، شكله مغمى عليه. حتى هم الشباب اللي دقوا الباب ما بيعرفوا شو السبب، مغمى عليه. فابوه رأسا طلع، ابوه اللي سعفه، ما حدا سعفه، واحنا اللي جبنا الاسعاف، وما حدا كان عنده احد، يعني الكل انه وقف تفرج. انه بعد ما يعني تحرينا على الموضوع مين ومين ومين ومين، وشفنا انه في كاميرات انه بينتنا منه، وفي اشياء انه احنا سحبناها بصراحة. يعني اللي بده يخبي كاميراته مين ما بيكون من اي جهة خلي يخبيها، المهم احنا عندنا كاميراتنا محفوظة عندنا، بنطلعها وقت اللزوم هذه طبعا وراح تطلع. وفي القضية ابن مسؤول، ابن مسؤول، ابن مسؤول أول واحد مسؤول عن الجريمة، هو اللي خطط، وهو يمكن ما قتل، ما بعتقد خلى الشاب اللي معاه يقتل، لأنه نزل قتل وشاف في قتل، وفي مع البنت القاصر كمان، القاصر مسؤولة لأنه في بصمات ركبتها وإيديها على الشاب، وهون كله بصمات، والإضافير القاصر، والقاصر متوقفة يعني الحمد لله. بعدين لما شفت انت الشاب والبنت لما قتلوه مدوه، ليش ابن المسؤول صعدتهم بالسيارة وتخبيت ورحتوا؟ مش المفروض تسعى فائدة؟ انت مش ما إلك دخل بالموضوع؟ انا ما إلي دخل ابن مسؤول، ابن وزير، ابن مين ما بيكون. انا حق ابني راجع راجع راجع. وبتجوز يعني زي ما فهد صارت قضية رأي عام، كل الدول صارت تحكي بقضية فهد، ما في دولة بتفتح عليها ولا إشي بعتوا لك فيديو ما أقول لك إنه شاب التوجيهي انقتل بأي ذنب، بأي ذنب انقتل؟ احكوا لي شو الذنب اللي انقتل عليه؟ طيب انت امه لفهد واقرب الناس له، طبعا. فهد كان يعاني من اي مشاكل صحيه؟ لا مستحيل، مستحيل، ابني وعارفة. فهد إذا بيمرض ما بياخد حبة، تعرف شو حبة؟ ما بياخدها، حتى أصلا الأدوية ما بيحب فهد. يعني الحمد لله الحمد لله من ربنا إنه هو يعني من النوع اللي يعني صعب يمرض أصلا، يعني عنده مناعة قوية. والإشاعات اللي بتطلع طبعا انه عشان بيدخلوا قضية انه في بنات وعشان ضرب بنت وإشي، هي البنت اللي ضربته واللي خنقته وبصماتها واضافيرها كله بالتقرير موجود، طبعا تقرير المدعي العام والتشريح كله موجود في اضافير هنا. واللي انضرب انه بيحكوا انه بوكس ولا مفتاح وايش، هذا كله بالتقرير طبعا مبين زين. اما عشان انه ابني ضرب بنت وعشان ضرب ايش، فهد اساسا ما بيتقرب للبنات، ابني واعرفه. يعني الحمد لله الحمد لله. شوف كم الناس اللي محببه بفهد اللي ما بيعرفوا ينزل عليه. بدي تحكي لي عن فهد اكثر بعيدا عن يعني تفاصيل الجريمه. فهد كيف بيومه، كيف روتينه، كيف تعامله بالبيت معكم، مع اخواته، مع اخوانه؟ فهد ما انا ما بحس ابني ولا ابوه ولا خواته. فهد صاحب إلنا، صاحب إلنا،
صاحب إلنا، يعني مش خواته، صاحب خواته. إذا خواته ما بيمسكهن شو نطلع، ما بيمسكن خواته هيك، صرخ ما بيصرخ عليهم. أنا أمه، أنا مش أمه، يعني أنا حتى فهد بيحكي لي إياها، أنت صاحبتي، أنا ما بتزوج عشانك. يعني تصور هالكلمة، اني انا اجتي فتره، يعني من الفترات بيعرفوا انه كان بدي اتزوجه. انا ما بتزوج عشانك. بيشتغل وبيدرس واموره طبيعيه، لا مهدد، لا مبين عليه انه في اشي، ولا مبين انه في بحيث انه انا تليفونه افتحه، ولا في اليوم اني قريت تهديد ولا شيء. يعني هو المهدد بيطلع بيجيب غرض باليوم مرتين ثلاثه، ولا بيطلع ولا هنا بالمول يضل المهدد. صح؟ هذه عملية مخطط لها، ولا مخطط ابن المسؤول. وابن المسؤول هذا هذا كلامي ما بينقطع، ما بينقطع هذا الكلام. ابن المسؤول اللي مخطط، واللي دبرها بالقتل، اللي بعت واحد عشان يشيلها عن واحد، انشرى انباع، هاي مشكلتهم بيحلوها معاهم. أنا حق ابني أريده من القاتل نفسه، واللي مشترك واللي متآمر واللي أيد بالموضوع. طب برايك شو السبب اللي دفع شو السبب اللي دفع الشاب انه يقتله؟ احنا ما بنعرف لحد الان، لانه الاجراءات مخالصه. يعني احنا اليوم كنا عند المدعي العام، والحمد لله يعني الاجهزه الامنيه كلها ما قصرت، كلها ما قصرت، كلها ما ق... كلها ما قصرت الأجهزة الأمنية، من بحث جنائي، من أمن وقائي، من مدعي العام، من أصغر شرطة لأرتب أكبر رتبة، إنه الحمد لله الكل ما قصر، الكل ما قصر، وملف فهد بأيدي أمينة. رسالة اليوم بتوجهيها؟ أوجه رسالة إنه ليش العنف؟ هذا عنف. ليش القتل؟ يعني وبصراحة القتل كتران، يعني اليوم وبكره وكلنا بنسمع قتل. يعني الأردن ما نحسها إنه صارت أمان، ما في أمان بصراحة. يعني أنا بعد ما قتل ابني أنا صرت ما أمن بصراحة، ولا أمن إنه على خواته. وفهد وحيدنا، ما عندنا غيره أصلا. لو فهد بسمعك الآن شو بتحكي له؟ فهد بيسمعني، بيحس بيا، عشان هيك ما بدي أزعل كثير عشانه، لأن أساسا ما يحب إني يشوفني زعلانة، ما بيحب يشوفني متضايقة. بس إني بحكي له حقك راجع وطمن، وأنت بإيد أيدي أمينة، وأنت الحمد لله عند ربنا اللي أحسن من الكل وأرحم الراحمين. ويعني شوف أنت وين الشهيد المغدور، وشوف هم وين. الحمد لله كل الناس تحكي بسيرتك، وربنا محبب كل خلقه بيك. يعني الحمد لله أنت كسبت الجنة إن شاء الله بإذن الله. شوف هم شو كسبوا، لأنه يوم جمعة مبارك. المغدور عند ربنا شهيد إن شاء الله. وكمية اللي كل الناس تنزل تترحم عليه، حتى من الدول تترحم عليه. يعني هذا الشيء بكفي إنه أنا هيك يعني شوي إني أنا خلص إنه في راحة إلي. ليش؟ إنه أنا بعرف يعني ابني شو كسب، وأعرف إنه هم شو كسبوا، والبنت شو كسبت، سمعتها، أخلاقها، يعني شو كسبت هي من مراهقة قاصر، من هسه سجون وقتل. وشوفي ابني أنا وين شو كسب. الحمد لله، الحمد لله. شكرا جزيلا، الله يصبر قلبك. شكرا. بتحب تضيفي إشي خالتي؟ احكي لي شو بتحب تضيفي. إن شاء الله يعني إنه صوتنا يوصل جلالة سيدنا، وإن شاء الله إنه هي فعلا صارت قضية رأي عام. وإن شاء الله أنا عارفة يعني، والحمد لله بالقضاء الأردني أنا مؤمنة. وإن شاء الله يعني إنه صوتنا وصل لأبو حسين جلالة سيدنا، لأنه هذا حق شاب مظلوم بأي ذنب انقتل، والسبب مو معروف. أنا أمه لحد الآن ما أعرف شو السبب، لحد الآن ما أعرف شو السبب. وأرجع وأكرر، ابن مسؤول، الاسم الأب موجود، والشخص ابن المسؤول موجود. أو اللي تكفل نفس الليلة اللي انقتل بيها ابني تكفل. قلبوا القضية إنه عملوا ابن المسؤول شاهد، ولا بيهمني مين مسؤولة، ولا بيهمني مين أبوه المسؤول. أنا بيهمني ابني. أنا جبت ابني مش عشان ابن مسؤول قتله،
بس أنا يعني أطلب إنه إن شاء الله إنه جلالة سيدنا أبو حسين إنه يوصل صوتنا له ويسمعنا، لأنه هو هذا ابن الأردن ابنه. وأكيد يعني أكيد يعني إن شاء الله إعدام. لا مش إنه لأنه قتل ابني إعدام، أي شخص إنه بيتعرض للإعدام إن شاء الله حقه يرجع ويكون إعدام، لأن هذول ولاد ناس مش ولاد شوارع ولا ما عندهم أهالي. يعني أنتم بتاخذوا روحهم وأهاليهم اللي جابوا أنتم تاخذوا روحهم. شكرا لك، يعطيك العافية.